اليوم بصور لكم وصفة النودلز للمرة الثانية مع شوية تغييرات بسيطة. أول شيء أنا أحب أستخدم هالنودلز النص حار. طبعا أول شيء زيت زيتون وبصل. أكيد بنسلق النودلز هني. الحين بنحط ملفوف بنفسجي وأبيض. أكيد بنحط فلفل حلو. المفروض كنا نحط الفلفل قبل الملفوف بس عادي. والحين بحط رشة ملح. الحين بنحط ملعقة معجون طماط. والحين بنحط صوص الاندومي. واو بس لو تشمون الريحة. بحط من ماي الاندومي. والمفروض القوام يكون شي. النودلز المفروض تكون مطبوخة نص طبخة. نحط النودلز على الصوص. اكيد بنخلط نتركهم ينطبخون على نار هادية. الحين اكيد بصل اخضر اكسترا 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 واكيد ليمون. واخر شيء هالسمسم وبهارات الاندومي. والحين نودلز مريم جمال صار جاهز. والحين يلا ناكل النودلز مع خس. واو شوفوا النودلز كيف احمر. الحين يلا ناكل. اللي بتجرب النودلز هذا من غير خس لا تجربه، لازم مع خس. بسم الله. فين هالخلطة؟ ألذ خلطة نودلز بالحياة.